تعالوا بينا نعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. شايفين رولات الجلاش بتاعتنا شكلها قد ايه جميلة جدا، شكلها مبهج جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هي سهلة قوي وبسيطة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود خالص. في 3 دقايق بس هتطلعي بسم الله ما شاء الله كمية محترمة جدا جدا. وعايزة اقول لك القرمشة تحفة. سامعين؟ 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة قوي قوي، مش تاخد منك وقت خالص ولا مجهود. دي لفة من الجلاش، حوالي نص كيلو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة قوي قوي. اعتمدها بالطريقه دي وصدقني مش هتندمي. هنعمل مع بعض رولات الجلاش، مش هتاخد منك وقت خالص خالص خالص، وبسيطه جدا جدا وكمان بشكل جديد وظريفه قوي قوي. بهري بقى كل ضيوفك في رمضان وجربيها بالطريقه دي، صدقيني هتعتمديها على طول. ده طبعا حوالي كوبايه من السمنه على الزيت. لازم سمنه على زيت. اولا السمنه علشان الطعم، ثانيا الزيت علشان القرمشه وبيدينا لون حلو جدا جدا جدا. طبعا ده قالب الكب كيك بتاعنا العادي جدا. هتجيبي قالب الكب كيك وتدهنيها كده بالسمنه والزيت زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. قالب قالب بصوا بكل سهوله، مفيش اي مشكله ولا اي صعوبه خالص خالص. شايفين؟ هتدهني القوالب كلها بالسمنه والزيت علشان طبعا الجلاش بتاعنا ياخد لون كويس جدا جدا. هجيب بقى لفه من الجلاشه نص كيلو زي ما اتفقنا كده، وزي ما هي بالظبط هنمسكها بقى نقطعها كده رولات كده زي ما انتم شايفين على قد قوالب الكب كيك. شايفين بكل سهوله. هنا انا كنت متخيله ان الفيديو بيصور تقريبا متوقف، فانا معرفش معلش بقى، فهنعملها مع بعض تاني. قطعت كده الجلاش رولات كده زي ما اللفه بالظبط جايه من عند الراجل. انا سبتها زي ما هي كده وابتديت اقطعها على ما هي بالظبط رولات كده زي ما انتم شايفين، وابتديت احطها بقى في الكبات بتاعتنا. سهله جدا جدا وبسيطه قوي قوي، مفيش فيها اي صعوبه ولا اي مشكله خالص. عايزه اقولك ان هي اسهل من كده مفيش بجد. بري كل ضيوفك واعمليها في رمضان، صدقيني مش تاخد منك وقت خالص خالص. زي ما انت شايفه كده لفه الجلاش زي ما هي بالظبط بنفس لفتها من عند الراجل، ويا دوبك قطعتها بس بالسكينه زي ما انتم شايفين كده على قد الكبات بتاعتنا وبس كده. هجيب بقى السمنه بتاعتنا اللي احنا اتفقنا والزيت مع بعض كده مسيحينهم على النار، وهبتدي بقى ادهن الكبات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجلاش شكله قد ايه جميل جدا جدا؟ شايفين شكله تحفه جدا؟ شايفين؟ ابتديت بقى ادينا واحده واحده كده علشان طبعا الزيت والسمنه يوصلوا لحد تحت خالص، والجلاش بتاعنا يقرمش معانا وياخد لون حلو من تحت ومن فوق. لازم طبعا تسقي الجلاش بتاعك كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك ان يبقى شكلها ظريف قوي قوي وكمان جديده كده. غيري كده في الوصفات بتاعتك علشان تبهري ضيوفك زي ما اتفقنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ادهنيها بقى حلو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله علشان تاخد معانا لون كويس جدا. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان كان طعمها في منتهى الجمال، وعايزه اقول لكم ان هي كان شكلها مختلف جدا جدا والكل انبهر بيها بصراحه. تحفه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جربيها بالطريقه دي صدقيني هتستسهليها وكمان هتعتمديها على طول. وده بقى يا حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. شايفين؟ تعالوا بقى نسقيها كده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بالسيرب كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اسقيها بقى كلها كده بالسيرب وعدي عليها واحده واحده. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها قد ايه جميل جدا جدا جدا؟ اسقيها بقى بالسيرب كده كلها واحده واحده وما تعديش ولا واحده عشان تضمني ان كلها شربت من الشربات بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حاولي ما تكترلهاش شربات قوي علشان ما تجزعش، يعني يا دوبك كده تعدي عليها واحده واحده كده وتحطي حبه صغيرين بحبه صغيرين عشان ما تبقاش كتير والشربات بتاعنا يجزع معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله قد ايه سهله وبسيطه وجميله جدا جدا. شايفين؟ وده بقى بعد ما شكلها بعد ما شربت الشربات بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. حطيت بقى عليها شويه كده من الفستق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ودلعي نفسك بقى ودلعي ضيوفك، خليهم ينبهروا بمنظر الحلويات بتاعتك. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. شايفين الفستق؟ وده شكلها في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم ان كان طعمها في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جربيها بالطريقه دي صدقيني هتعتمديها على طول وهتعمليها على طول. شايفين طبق قد ايه مبهج وشكله ظريف؟ ما اخدش مننا وقت خالص ولا مجهود. في 3 دقايق وانت واقفه هتجيبي لفه الجلاش وتقطعيها رولات وترصيها في قوالب الكب كيك. وشكرا على كده. بسم الله ما شاء الله تحفه.
شايفين؟ عايزة اقول لكم ان شكلها كانت خفيفة جدا جدا وكانت مقرمشة جدا جدا، كان طعمها فوق الروعة. ما عندكيش فستق ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تسيبيه على مية كده، ممكن ترشي شوية جوز الهند على الوش وخلاص، اي حاجة مش مفيش اي مشكلة خالص، مش هنتوقف على حاجة معينة يعني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.